صباح الفل على الرجاله الحلوين. دلوقتي قالوا لازم تلتزم بقواعد المرور، فانا دلوقتي المفروض اخد جايزتين اتنين. اول جايزه كموظف مثالي، ودي بالشهاده وتقدير من القائد بتاعي العظيم الاستاذ سامح. تمام كده. جايزه اولى جايزه الموظف المثالي، وجايزه برضه احلى واحد يربط حزام ويشد الحزام زي ما انتم شايفين. مع العلم يا جماعه، لا في رادارات ولا في ظباط مرور ولا اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين. مع العلم شفتوا اهو رابط الحزام وحزام اسمر كمان. يعني جايزتين اتنين، جايزه موظف مثالي وجايزه واحد احلى واحد يربط حزام. مع العلم برضه انا عايز افهمكم حاجه، انا مش سايق يا جماعه. بصوا اهو، انا مش سايق، انا مجرد ان انا قاعد جنبه اهو. بصوا ورابط الحزام. خدتوا بالكم يا جماعه؟ عشان تعرفوا ان الواحد لازم يلتزم بالقواعد، ودي اهم حاجه في الشعب المصري. لازم الالتزام، الالتزام ثم الالتزام بالقواعد. الديمقراطيه، فين الديمقراطيه؟ شفتوا اهو. خدوا بالكم يا جماعه، دي اهم حاجه، اسلوب حياه. لازم تمشي وتلتزم بقواعد المرور، وانك تبقى شاطر في كل حاجه ومميز. الحمد لله انا اتميزت في ربط الحزام.